السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. في كثير من الشباب يسألوني ليش لما ندخل رقم الجواز في الموقع حق التأمينات يطلعنا ليس لديك تأمين، مع العلم إنه في المكتب رفعنا التأمين. طيب بالنسبة لعدم ظهور التأمين، في مشكلة لها من شهر ونص يمكن موجودة في موقع التأمينات. بمجرد ما تدخل رقم الجواز ما يطلع لك التأمين، يقول لك ليس لديك التأمين. فهذه المشكلة حاصلة لكل الناس، مش شخص معين ولا مكتب معين، لا، لكل الناس حاصلة هذه المشكلة. فعشان تتفادى هذه المشكلة وتتأكد من أمورك أن التأمين مرفوع لك، رفع لك إياه المكتب. ليش التأمين؟ عشان التأمين ضروري. عشان تختم جوازك في السفارة لازم يكون التأمين مرفوع ومسدد الرسوم حق التأشيرة والبرنت مرفوع لك. هذه الثلاث الأشياء أهم شيء عشان يتأشر جوازك في السفارة. أما بالنسبة لأصحاب العمل، يدفع لهم الرسوم ويدفع لهم البرنت ويدفع لهم اللي هو يفعل لهم الشهادة الصحية. أكثر مشاكل تحصل هي لأصحاب الزيارة، اللي هو التأمين أحيانا يكون مش مرفوع التأمين أو مش مسدد الرسوم حق التأشيرة. فأفضل طريقة عشان تتأكد وتطمن إن أمورك في السليم والمعاملة حقك في السليم وإن شاء الله تتأشر في السفارة، روح للمكتب أو خلي صاحب المكتب يثبت لك من الجهاز عندهم إنه التأمين مرفوع وإنه الرسوم مدفوعة وإن البرنت مرفوع أيضا. فأفضل طريقة هي هذه الطريقة. أنا بشرح لكم صورة معينة تشوفوها. هذه الصورة أكثر الشباب رسلوا لهم يا أصحاب المكاتب يثبتوا لهم أن الجوازات هذه مرفوعة والمعاملة سليمة. فهذه الصورة إذا وصلتك من صاحب المكتب، بمجرد ما يدخل رقم جوازك ورقم الطلب يطلع بيانات أنه مسدد لك إشارة صح، يعطيك عند كل خيار من الثلاث الخيارات اللي هو البرنت والشهادة الصحية أو التأمين الصحي والرسوم حق الزيارة. هذه الثلاثة أشياء إذا هي مسددة ارتاح وأمورك في السليم إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد. ما عليك إلا تنتظر إلى ما تتأشر الفيزا أو المعاملة حقك داخل السفارة. طبعا الآن السفارة شغالة على جوازات شهر 11 بشكل كبير جدا. أيضا في بعض مكاتب ما أشروا لها جوازات شهر 10 وما عارفين إيش السبب. إن شاء الله لكن يتأشروا خلال الأسبوع هذا ونخلص من جوازات شهر 10. لذلك يجب أن يتم تأشير جوازات شهر 10. فأغلب المكاتب باقي لها جوازات شهر 10. فبالنسبة لجوازات شهر 11 أكيد بيأشروها لأنها الآن وقتها وفترتها. أيضا دفعة من شهر 12 أخذوها وهي موجودة في السفارة، باقي دفعة أمس كانت آخر يوم لها، والآن جمعتها أصحاب المكاتب منتظرين فقط الشركة الناقل تستلم هذه الجوازات حق شهر 12 منهم المتبقية، طبعا من 15 إلى 31/12. هذه الجوازات موجودة في المكاتب تبع شهر 12. أما النص الأول اللي هو من 1 إلى 15 هي موجودة الآن في السفارة مع دفعة شهر 11، ولكن ما قد اشتغلوا عليها نهائيا. الشغل الآن الرئيسي على جوازات شهر 11. أما بالنسبة لجوازات شهر 10 قلنا لكم نتمنى إنه يشتغلوها لأنها متأخرة كثير جدا والناس بدأت تشتكي منها، فأتمنى إنه يشتغلوها بإذن الله الواحد الأحد. حبيت أوضح هذه النقاط. أخوكم عصام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.